السلام عليكم. هتصدقوني لو قُلت لكم إن ده أحلى ألف مرّة من اللي بنشتريه من برّه؟ هش وسهل وطعمه يجنن، حاجة كده من الآخر يعني. أول حاجة جبت كوباية مَيّة فاترة عليها 5 معالق سكر ومعلقة خميرة، ونُص معلقة من البيكنج باودر، وعليهم نُص معلقة من الزيت وقلّبت كويس أوي، وعليهم 4 كوبايات من الدقيق، وكمان نُص معلقة من الملح، هاقلّب الملح كويس مع الدقيق، وبعد كده هابدأ أعجن، وسايبة طبعًا نُص كوباية كده على جنب علشان طبعًا إحنا عارفين إن الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هو فعلًا احتاجت حوالي ربع كوباية كمان. وهاعجن مش أقل من 10، 12 دقيقة، وبعد كده هابدأ أقطّعهم بقى بالحجم اللي أنتم عايزينه، أنا خلّيت حجمهم تقريبًا متوسط. بعد بقى ما قطّعتهم وغطّيتهم هاسيبهم يرتاحوا حوالي 10 دقايق، وبعد كده هامسك أول كورة أنا كوّرتها، وبعدين بقى تفردوها بالسمك اللي أنتم هتشوفوه ده دلوقتي، وهاجيب قطعة زبدة كده سيّحتها في الميكروويف، وهادهنها كده كويس الطرف بتاعها، وأرُلّها بقى بالمنظر ده، ولازم تتأكدوا إن أنتم قفلتوها كويس جدًا. وبعد كده هاجيب طبق أحط فيه نُص كوباية مَيّة، وعليهم معلقتين 3 من العسل الأسود، وبعد كده هاجيب بقى شوية سمسم حلوين كده وأعمل زي ما أنتم شُفتوا كده بالضبط، هاخلّص الكمية كلّها وأسيبها تخمر، وبعد ما خمرت بقى وعدِّت تقريبًا ساعة هاحطها في الفرن على درجة حرارة عالية 250 ويمكن أعلى كمان لحد ما تستوي، هتاخد حوالي ربع ساعة، تِلت ساعة. الوصفة بالتفصيل هتلاقوها موجودة إن شاء الله على قناتي، يا ريت تنوروني، وألف هنا وشفا.